وادي كمان حالة بنفس الطريقة، بيكون مقلوب، يعني هو لوحده كده مقلوب ومش قادر يتعدل. اه بتيجي انت تعدله من نفسك كده او بتساعده، بتلاقيه بيمشي زي الحصان عادي خالص اهو. ما شاء الله من كتر الوزن والتحويل بيكون مش قادر يرجع تاني يقف على رجليه، يعني بيتقلب على جنبه، وبعدين تيجي تزقه يمشي معاك ويشتغل كويس وبتاع، وبعد لحظات تلاقيه مش قادر يرجع يمشي مظبوط، يعني ممكن يتقلب وما يعرفش يعدل نفسه. شايفين ده ما شاء الله بيكون تحويل كويس، دي حاجة ما تزعلكش، يعني انت بس تساعده. اهو الحالات دي بتيجي في الاوزان الكبيرة، التحويل العالي زي ما احنا شايفين اهو. بتبدأ من عمر 8 لحد عمر مثلا 12 يوم في المنطقة دي كده. تلاقي الظاهرة دي ايه في الكتاكيت اللي معدل تحويلها عالي بالمقارنة بزمايلها، يعني تلاقي اكتر الاوزان الكتكوت المقلبظ، يعني هو اللي بيكون فيه الحالة دي مشهورة جدا، ودي لا تستدعي منك اي خوف. انت بس بتنزل لها مالتي فيتامينز على مينرالز، حاجات زي الفيتامين بي. فيتامين بي بيقوي الاعصاب، مينرالز بتقوي العظام زي الكالسيوم، فيتامين د، بس وامورك طيبة ما تقلقش يعني. وادي كمان حالة بنفس الطريقة، بيكون مقلوب، يعني هو لوحده كده مقلوب ومش قادر يتعدل. بتيجي انت تعدله من نفسك كده او بتساعده، بتلاقيه بيمشي زي الحصان عادي خالص اهو.